السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكل مشجعي نادي الزمالك في كل مكان ومساءكم زملكاوي. قالك إيه بقى؟ قالك لجنة الانضباط في اتحاد الكرة المصري أصدرت قرار بإيقاف كهربا 8 مباريات بسبب هتافاته ضد نادي الزمالك في مباراة القمة اللي كانت من أكتر من شهر و20 يوم، على عكس عقوبة إمام عاشور اللي أصدرت بعد هتافه ضد النادي الأهلي بساعات، وعلى عكس برضه عقوبة شيكابالا اللي صدرت برضه بعد اشتباكه مع جماهير في السوبر برضه بساعات. وبصرف النظر ان العقوبة اتأخرت شهر و20 يوم، لكن ده مش مهم. المهم انها وصلت اخيرا بالسلامة. لكن بعد ما وصلت بالسلامة واصدرتها لجنة الانضباط واوصت اتحاد الكرة المصري يعلن عنها، اتحاد الكرة المصري قالك ايه؟ قالك احنا مش هينفع نعلن عنها دلوقتي عشان نفسية اللاعب، ولان النادي الاهلي اللي بيمثل مصر واللي بيقوم بمهمة وطنية داخل على مباراة مصيرية مع صن داونز بجنوب افريقيا بعد يومين من دلوقتي، فخلينا نأجل شوية الاعلان عن العقوبة ونعلنها بعد مباراة الاهلي وصن داونز. ده حتى كابتن شوبير بيأكد ده على حسابه زي ما انت شايف كده. لكن طبعا وقت ما كان الزمالك بيمثل مصر برضه وبيلعب اولى مبارياته في دوري المجموعات الافريقي ولعب كمان مباراته الثانيه بدون الثلاث صفقات الجديده، كان وقتها عادي لما نتعنت وما نأيدلوش صفقاته. عادي برضه لما الاعلام يسرب خبر عزل رئيس نادي الزمالك قبل نهائي افريقيا 2020، وعادي برضه لما السيد عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكوره في 2020 يتحالف مع الاولمبيه ويحارب نادي الزمالك ورئيسه قبل نهائي القرن. كل ده طبعا مش بيصيب نادي الزمالك باي اضرار، ومش مهم ان ده ممكن يضيع منه بطولة قارية في غاية الأهمية وغايبة عن الزمالك بقالها 20 سنة. لكن اعلان عقوبة كهربا ربما تأثر على نفسية لاعب النادي الأهلي قبل اللقاء ب3 بونت في دوري المجموعات. الغريب بقى ان كابتن شوبير بيقول ان مجلس إدارة النادي الأهلي مستاء من العقوبة، وبيقول ان الأمر لا يستدعي الإيقاف وان الغرامة المالية كانت كفاية. طب هو ده كان رأي سيادتك وقت عقوبة إمام عاشور؟ وكمان ليه سيادتك وقت ايقاف امام عاشور وشيكابالا محدش فيكو شاف ان العقوبه الماليه كانت كفايه؟ ويا ترى ممثل الزمالك في اتحاد الكوره اللي طلع وغضب وخد على خاطره لما رئيس نادي الزمالك جاب سيرته في واقعه عدم قيد ال3 صفقات مش هيطلع يغضب ويثور ويصر على تنفيذ العقوبه زي ما خالد الدرندلي بيعمل؟ او على الاقل يوضح لنا تاجيل الاعلان عن العقوبه وده بيحصل ليه ولمصلحه مين؟ ولما الاهلي بيمثل مصر ولذلك اتحاد الكوره اجل العقوبه للزمالك اللي بيمثل مصر برضه، اتحاد الكوره ما عجلوش بقيد الصفقات وخلاه يلعب ماتشين من غيرهم في دوري المجموعات. في كلمتين محشورين في زوري الحقيقه من بعد اخر مباراتين للزمالك عايزه اقولهم لجماهير الزمالك. معروف عننا دايما ان الاداء الجيد لنادينا في اي مباراه بيسعدنا بصرف النظر عن نتيجه المباراه نفسها، واننا في العادي لو اللعيبه عملت اللي عليها والنتيجه كانت سلبيه ما بنزعلش وبنحمس اللعيبه عشان يقدموا الافضل الفتره اللي جايه. سؤالي بقى اللي عايزه اساله واللي بيلح عليا بقاله ماتشين للزمالك، هو ليه مصطفى شلبي اللي بقاله ماتشين مموت نفسه على كل كوره وعلى كل التحام الناس مش بتشيد بيه وترفع من معنوياته؟ الراجل بيأدي وما بيبخلش في اي نقطه عرق. صحيح هو لسه مش مؤثر على المرمى وشغله مش ايجابي كما يجب ان يكون، لكنه بيحاول وعامل اللي عليه وزياده وبينفذ تعليمات فيريرا بحذافيرها، ومفيش حاله دفاعيه الا وبتلاقيه متواجد وبيضغط وبيقاتل. ليه بقى ما بنشدش بيه وبادائه ما دام بيعمل اللي عليه بصرف النظر عن نتيجه كفاحه؟ اتمنى ندعم شلبي يا جماعه، احنا اللي يهمنا ان اللاعب يبقى راجل جوه الملعب ويقدم افضل ما عنده بصرف النظر عن توفيقه من عدمه. شلبي محتاج لشويه ثقه، ويا ريت بلاش حد يقارنه بشرقي. شرقي لاعب في اكبر الانديه الجماهيريه في الوطن العربي وافريقيا ومتعود على الضغوط، على عكس شلبي الراجل اللي اكبر الضغوط اللي تعرض لها لما حضروا في مدرج 10 موظفين من شركه انبي جايين مضطرين ومش عارفين مين بيلعب مع مين. اكبر اعلامي في فيديو ليه بيقول صراع عنيف صامت بين عواد وصبحي لصالح الزمالك بسبب حجز مقعد المنتخب. تشوف العنوان تقول عنوان عادي وكلام منطقي ومفيش اي مشكله خالص، لكن طبعا الكلام ده له اسباب واسباب مهمه جدا. وهي ايه بقى؟ وهي ان صبحي خلاص دلوقتي بقى الحارس الاول في الزمالك وماشي بشكل كويس، وده طبعا شيء مش مريح نوعا ما. ليه؟ لان يا عزيزي وجود صبحي كحارس اساسي في الزمالك هيخليه هو الاقرب للانضمام للمنتخب، وجود عواد على دكه البدلاء هيقلل فرصه تماما للانضمام للمنتخب، ومستحيل المنتخب هيضم 2 حراس من الزمالك، ده شيء مستحيل. اكبر اعلامي في مصر بقى قالك ايه؟ قالك كشعل للحوار كده من غير ما حد ياخد باله، ونبه عواد ان مقعد المنتخب خلاص هيروح من بين ايديك يا معلم، فعواد يطالب فيريرا بالمشاركه من اجل الانضمام للمنتخب زي ما جبل كان بيعمل السنين اللي فاتت مع عواد وجنش. ففريرا يا اما يستجيب وتقف مسيرة صبحي ويحس بالظلم وتحصل مشكلة جوه أوضة اللبس، يا إما فريرا ما يستجبش وعواد يفتعل مشكلة على طريقة جبل في السنين اللي فاتت
وبرضه تخرب اوضه اللبس. عشان كده بنبه على عواد لازم ياخد باله وما يطالبش بحق مش حقه، وما يفتعلش مشاكل ويستجيب للي يقوله فريرة ايا كان اللي هيقوله. ده لو بيحب الزمالك وعايز يحافظ على الهدوء اللي بيتمتع بيه فريق الكوره بقاله كام ماتش. ويا دوبك بنقول يا هادي. اتمنى ما ننجرفش ورا الكلام اللي من النوع ده يا عم عواد، وما تنساش انك لما اتحطيت في نفس موقف صبحي السنين اللي فاتت كنت متأثر جدا وكنت بتشعر بالظلم، فبلاش تعيش غيرك نفس الاجواء اللي انت عشتها. السيد محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي بيقول ايه؟ بيقول ان ريال مدريد كانوا سعداء عندما علموا انهم سيقابلون النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، وهم يسعوا للانتشار بشكل اكبر في الشرق الاوسط، ولم يجدوا افضل من الاهلي لتحقيق ذلك. اولا دعونا نشكر استاذ محمد سراج الدين انه عرفنا في الشرق الاوسط على نادي اسمه ريال مدريد، كناش نعرفه الحقيقه وما عرفناهوش غير لما واجه النادي الاهلي. ثانيا بناشد كل الفرق عمالقه اوروبا زي الليفر والسيتي والبارسا والمان والانتر واليوفي وغيرهم من الانديه دي انهم يحاولوا ينظموا مباريات مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه عشان يزودوا شعبيتهم في الشرق الاوسط والناس تعرفهم. خساره انديه كبار زي دول يكون محدش مننا يعرفهم او بيتابعهم، شيء الحقيقه يضايق جدا وبيقلل تماما من قيمتهم التسويقيه. لا امنع الضحك من فضلك، الصفحه تتقفل ويتهمونا باثاره الفتنه والتعصب. اصل المجلس الاعلى للاعلام ما بيشوفش غيرنا زي ما انت عارف. الصوره اللي انت شايفها دي من وصول بعثه النادي الاهلي لفندق الاقامه بعد رحله طيران دامت حوالي 10 ساعات زي ما مكتوب في الخبر. ننزل تحت شويه تلاقي مشجع اهلاوي بيتحاسبن في اتحاد الكوره. بيتحاسبن ليه؟ وايه دخل اتحاد الكوره اساسا في الموضوع؟ وفي طول مسافه السفر ما تعرفش. لكن طبعا اتعودنا ان اي مصاعب او اي هزايم بيتعرض لها النادي الاهلي بتكون دايما بسبب عوامل خارجيه ملهاش علاقه بالمنافسه الشريفه، وده ان دل على شيء فانما يدل على ان الزملكاوي عايش نظريه المؤامره. عايزه اقول كلمه لكابتن اسامه نبيه يوصلها لفريرة ان امكن، ودي مجرد وجهه نظر مش اكتر. اذا كان صعب نشارك الونش في التوقيت ده نظرا لعدم اكتمال شفائه واكتمال لياقته البدنيه والفنيه، فمن رايي اننا لابد وحتما نشارك شبانه في مباراه انبي اللي جايه ونديله فرصه عشان نقف على مستواه. ولو شايف ان ينفع تدي الونش في مباراه انبي وشايفه جاهز بدنيا، وعايز تشوفه فنيا عشان تقف على مستواه، يبقى لازم تديله في مباراة انبي. في كل الاحوال لازم شبانه او الونش حد فيهم نعتمد عليه في خط ظهر الزمالك في مباراة انبي اللي جايه، جايز يتألق ونشوفه بيخرج افضل ما عنده ويحل لنا المشكله الدفاعيه اللي هتقابلنا في مباراه بلوزداد اللي جايه، واللي مش هينفع فيها اي هزار ولا هيكون وارد فيها الاخطاء اللي بنشوفها من خط ظهر الزمالك في المباريات الاخيره، واللي في العادي بتضيع مجهود الفريق ككل وبتصيب اللعيبه بالاحباط. اتمنى نشوف شبانه او الونش في مباراه انبي، ده هيكون مهم جدا لو عايز تجهز حد فيهم. ربما يفاجئونا ويفاجئوك زي كده ما سيف جعفر فاجئنا كلنا، وزي كمان ما عبد المجيد ونيمار ويوسف اسامه فاجئونا ودول كانوا ناشئين، على عكس الونش وشبانه اللي هم لعيبه كبار وعندهم ما يكفيهم من الخبرات. لو في اتجاه كمان الى اننا نريح بعض اللاعبين الاساسيين في مباراه انبي ده ما فيهوش مشكله خالص، لكن ما نلعبش كتير في التشكيل لان الفوز على انبي هيخلينا ناخد دفعه معنويه كويسه جدا قبل المواجهه المصيريه مع بلوزداد. في النهايه بتمنى دائما وابدا التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم، ومهما كانت الظروف وايا كانت المتاعب اوعى تبطل تحشد وتدعم وتساند وتردد، كلنا وراك دايما يا زمالك.